والسوسان في حجر بين العدنان. كانوا الناس كيعيشوا في الأمان ويحطبوا الحطب لدواير السمان. هاد 7 البنات رسلوهم دارهم يجيبوا الحطب، وكانت معاهم واحد البنت زينة وسميتها هينة. وكيف ما هو معروف خاصهم يرجعوا لديورهم قبل ما تغيب الشمس باش ما ياكلهمش الهول. ومني كانوا كيجمعوا الحطب كل وحده فيهم لقات شي حاجه. وحده لقات دبليج، ووحده خاتم، ووحده لقات مشط، ووحده لقات عقد. الا هنا لقات مشهاب وقطيب. جمعوا البنات الحطب في الرزيمات، وكل وحده هزات الرزيمه ديالها على كتافها وشدوا الطريق راجعين لديورهم. ولكن عينه في كل خطوه كتمشيها كتحليها الرزمه ديال الحطب، وكيرجعوا البنات وكيعاونوها وكيكملوا طريقهم. وكانت الرزمه كتعاود تفتح من جديد ويعاونوها تاني حتى قربت الشمس تغيب. وهنا البنات خافوا على راسهم وكملوا طريقهم لا ما يتلفتوا العينه. وهي مازال مشغوله في الرزمه جات ريح قويه وكان وراها اللي عمرها كانت تمناه. كان الغول وعاونها وعقد ليها الرزمه وحط المشاب في عقده وقال ليها نهار تجي الشتا والريح ونقول لك اهينا مدي المشاب مديه ليا. ورجعت هينا خايفه وباكيه للدار. سولاتها امها مالها وحكات ليها اللي وقع ليها مع الغول. ولكن امها طمناتها وقالت ليها ما عندك مناش تخافي. ومشات ليام وجات ليام، وفي واحد النهار كانت فيه الريح قويه والشتا خايت من السما. جا الغول كيف ما وعد هينا وقال ليها وهينا مدي المشهاب. كيف سمعت هينا تخلعات وقالت لامها ناري امي والغول جا اشنو ندير. قالت ليها امها قولي لي تمدوا لك امي. جاوبات هينا وقالت لي تمدوا لك امي. وقال ليها يعطيك الغمه لا انتي لا هي. وهينا ندي المشهاب. جاوباتو تمدوا لك اختي. قال ليها يعطيك الخوا لا انتي لا هي. وهينا ومدي المشهاب. جاوباتو تمدوا لك خالتي. قال ليها يعطيك الخلا لا انتي ولا هي. وهينا مدي المشهاب. جاوباتو تمدوا لك عمتي. قال ليها يعطيك العمى لا انتي ولا هي. وهينا مدي المشهاب. أمت هينا جات واحد الحيلة وقالت ليها بنتي ركبي على ظهر الخادم وتغطاي ومدي ليه المشهاب والغول ما يقدرش يخطف الخادم. وهذا الشيء اللي كان ركبات هينا على ظهر الخادم وعطاته المشهاب. ولكن الغول كان ذكي وما دارتش به الحيلة. شد المشهاب وخشاه في عين الخادم واخطف هينا من ظهر الخادم ومشى. الخادم مسكينة ما بيديها حيلة. رجعت عندهم للدار تبكي وتغوت وتقول لا مشات وعيني عمات لا مشات عيني عمات لا مشات عيني عمات. وهينا كانت مخطوبة لولد عمها اللي مشى مع القافلة. ومنين رجع ما لقاهاش سول عليها امها وامه فين مشات. وجاوبات امها ولدي هينا ماتت. وقال لهم نهتوا لي قبرها ونهتوا لي قبر مجهول ما معروفين ناسه. ابنى عليه الحبيب خيمته وتما ماكلته وتما شرابه وتما نعاسه. دازت الايام والليالي. في واحد الليله جات مرا كبيره في العمر ما عرفها واش انس ولا جن. قالت ليه بكلام مفهوم وانا مقيل. علاش مقيل تما؟ راك مقيل على الخزانه. اما هينا داها الغول دخل الشك في ولد عمها وما بقى جا نعاس واللي يفكر غير في كلام الشارفه. وقرر يرجع لدارهم. وكيف شافت ميمته جايه لعوده بدات تزغرت وتقول سعدي بوليدي رجع ليا. دخل للدار وقال لامو طيب لي اعز وكلا عنده هي بركوكش وتحطوا لي في القصعة ويكون مازال سخون طيب. وهي من الفرحة ديال رجوعه ما عرفتات ليش الطالب وقامت بالواجب وجابت ليه بركوكش سخون يفور. ولكن عاود ما ياكل بركوكش شد يد ميمته
وحطها وسط القصعة طايبة وقال ليها دابا قولي ليا فين مشات هاينة. جاوبات امه تلقى وليدي راني تحركت ونقول ليك فين مشات هاينة الله يرضي عليك. وحكات لي قصة هاينة واللي وقع ليها. سرج لحبيب حصانه وجمع عتادو ودا معاه قفة فيها الملحة وقفة فيها المواس وقفة فيها المخايط وقفة فيها البراوات. ومشى الطريق ووصل على الكودية الكحلة وقال الكودية مالك تتكحالي وتزيدي في الكحولية. جاوباتو بالسيفة وليدي ما نكحال ونزيد في الكحولية وهينا دازت عليا. وصال على الكودية الزرقاء وقال ليها الكودية مالك غادية وتسراقي وتزيدي في السروقية. جاوباتو وبالسيف ما نسراق ونزيد في السروقية وهينا دازت عليا. وصل على الكودية الصفراء وقال ليها الكودية مالك غادا وتصفاري وتزيدي في الصفورية. جاوباتو بالسيف ما نصفار ونزيد في الصفورية وهينا دازت عليا. وبقى غادي ولد عمها على هاد الحال حتى وصل الكودية البيضاء وقال ليها الكودية مالكي غادية وتبياضي وتزيدي في البيوضية. جاوباتو وبالسيف من البياض ونزيد في البيوضية وهنا ساكنة فيا. ونزل ولد عمها على عودو فسمع كلام الكودية البيضاء وعنده امال يلقى هينا في هاد البلاصة. بقى يسول اللي يلقى من الناس دوار على هينا وكلهم كيقولوا ليه واش هينا اللي تزوجها الغول ومستغربين حيت حتى واحد ما يقدر يقرب البلاصة اللي فيها الغول. نعتوا ليه البلاصة ووصل لدار الغول ولكن منين يدوز باش يشوف هينا وكيفاش يدير باش يهدر مع هينا. وفجأة جا عنده واحد الفروج خرج من دار الغول وهو يعيط ليه اشنو كدير هينا. جاوبو الفروج هينا غسلات الصوف وتتنشرو باش ينشف. قال ليه ولد عم هينا سير كلمها ليا لوي الصوف على رجليك وخرج تشري عندي وهي غادا تتبعك. وهادشي اللي كان وما شدها الفروج حتى شدها عند ولد عمها عاد وقف. وكيف شافتو هينا قالت لي انا يا ولد عمي اشنو جابك وكيف ندير ليك. الغول يرجع من الصيد يشم ريحتك وإلا لقاك ياكلك واليوم لا انت ولا انا يا ولد عمي. فكرت هينا فين تخبي ولد عمها ونزلاته المطمورة ودكات هينا القرنفل والريحان والورد ورشات بيه الدار باش تخبي ريحته على الغول. ولكن فجأة الغول شم شي ريحة ماشي هي هاديك وقال لها ريحة بنادم عندي في الدار. جاوباتو هينا ما كاين والو في الدار غير انا وانت. قال لها ريحة الناس في بلادنا يا عبادنا. جاوباتو هينا غير ريحة الورد والقرنفل والريحان تكيتهم. ومنين وصل وقت النعاس والغول شد شعر هينا ولوها لرجليه باش ما تقدرش تنوض ولا تهرب. ولكن هينا هاد المرة تهضرات مع النملة وطلبات منها تفك ليها شعرها من رجلي الغول فاش ينعس. وهكا بدات النملة كتسليها زغبة بزغبة بزغبة حتى فكاتها. طلعات ولد عمها من المطمورة ورشات الدار بالحنة. ولكن هينا ما كانش دايره بحساب المهراز فيه الدكاك. وكيف خرجوا من الدار بدا يتهز حتى للسما ويتخبط للارض ويقول طن في راس الغول انوض باب الغول هينا راه مشات. ويتهز المرة الثانية ويتخبط ويعاود يقول طن في راس الغول انوض باب الغول هينا راه هربت. فاق الغول من نعاسو وبدا يشمشم وتبع طريق هينا وتلفتات هينا وبانت ليها حجاجة كبيرة تابعهم. وفاش قربت الحجاجة لقاتو الغول جاي يجري وراهم وهي تغوت نار يا ولد عمي الغول تابعنا وقرب لينا اليوم لا انا ولا انت. رمى ولد عمها الكفة اللي فيها البراوات تغرسوا في رجلين الغول وبقى ينقي فيهم حتى بعدوا عليه. ومنين كملت نقية تبعهم تاني
وفاش قرب ليهم هينا تقول نار يا ولد عمي تبعنا وقرب لينا اليوم لا انت لانا. رمى ولد عمها القفة اللي فيها المخايط، الغول بقى ينقي 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 حتى بعدوا عليه، ومنين كمل تبعهم تاني. رمى ولد عمها القفة اللي فيها المواز وفلحوا له رجليه مزيان، وبقى ينقي ينقي حتى بعدوا عليه وتبعهم تاني. ولاحظ المرة ولد عمها الملحة، وفاش الغول زاد على الملحة حرقات وجروح لي في رجليه وما بقاش قادر يزيد. وعيط الغول هينا وقال ليها وهينا نولي ليك زيف. جاوبات وهينا ما نديروش. قال ليها نولي دبليج. قالت ليه ما نهزوش. قال ليها نولي ليك مجدول. قالت ليه ما نتحزمش بيه. قال ليها نولي لك شربيل. قالت ليه ما نلبسوش. قال ليها نولي لك طير. قالت ليه ما نقربش ليه. وقال ليها وهينا غتلقاي في طريقك واحد جوج طيور مضاربين في السما ما تفكيهمش. كملات هينا طريقها هي ولد عمها، وكل مرة كتلقى حاجة وما كتهزهاش حتى جا واحد جوج طيور فوق راسهم وبداو يتضاربوا. بدا ولد عمها بغا يفكهم ولكن ما خلاتوش، ولكن في الاخر نزل وفكهم وهو يصرطو واحد الطير. وبقات هينا تبكي عليه. من بعيد بان ليها واحد السارح معاه الغنم وكلبة. شدات هينا الكلبة ذبحاتها وسلخات جلدها ولبساتو، ومن هكا هينا من بنت جميلة تسيفت ولات كلبة. وقودات العود مع السارح وشاف العود وتعجب، ورجعات هينا مع السارح للدار وهي قايدة العود. وبداو يقولوا يا حليل لي كليبتنا جابت لينا عود. وفي كل ليلة كان كيجي طير ويحط فوق الدار ويقول وهينا واش عشاك الليلة. وكانت كتجاوبو هينا وتقول عشايا نخالة ورقادي بين الحوالة. وتيقول الطير اي قلبي اي قلبي ويطير. وفي كل ليلة ناس الحاجة حتى لواحد النهار جا الجار عند السارح وعاود ليه كل ما جرى وعسى ليهم وسمع كل شي بودنيه وشاف كل شي بعينيه. والليلة التالية قال لمرته عشي هاد الكلبة بفتات وركديها ما بين البنات. وفي الليل جا الطير وقال وهينا اش عشاك الليلة. جاوباته عشايا فتات وركادي ما بين البنات. جاوبها الطير افرحي يا قلبي يا فرحي وطار وزاد. فكر السارح اشنو يدير، وفاش شاف وسمع المرة الثانية فتو عليه الناس الدوار فتوى باش يعرض على الطيور كاملين ويزردهم ويوكلهم مزيان. والطير الثقيل اللي ما غاديش يقدر يطير هو اللي صار شي واحد. وكان كلام الناس صحيح فاش كلاو الطيور كلهم وطاروا الا واحد. قال لي السارح حط ولدي. قال لي نحطو لك عور. قال لي حط ولدي. قال لي نحطو لك زحاف. قال لي حط ولدي كيف سرطين وحطه. وكان ولد عم هينا تهلا فيه السارح وعملو بحال ولدو. وفي اليوم ماشي بعيد قال السارح بغيت نتزوج بالكلبة. قال لي السارح اشنو كتقول ولدي هادي عمرها ما كانت. ولكن ولد عم هينا بقى مصر. وقرر السارح باش يجوجها ليه. والناس القبيلة تعجبوا وضحكوا كيفاش يقدر يكون شاب يتزوج بكلبة اللي هي حيوان. العائلة ما فرطاتش ودارت اللازم، داو ليه عرس كيف جميع الناس. وفاش هينا وولد عمها كانوا وحدهم قال ليها لوحي الجلد. لاحت هينا الجلد. وفي الصباح مول الدار قال الخادم باش تمشي تشوف سيدها كيف صبح واش الكلبة كلاتو ولا لا. مشات الخادم وتفاجأت باللي شافت. رجعت تجري عندهم وتقول الله الله على مرات سيدي شحال زينة، البياض بياض تلج والشعر طويل الليل والعينين
عسل مصفي أما الفم خاتم، والخالة فوق الخد باينة، وهكا رجعات هينا كيف كانت بنت زينة. وكان الزواج وكلمة ولد عمها سباب وتبطل سحرها. وهذه هي النهاية ديال حكايتنا، حكاية هينا والغول. ومشات خبيرتي من الواد لواد، وانا بقيت انا والناس الجواد.